مساء الخير عليكم يا شباب، مساء الخير عليكم يا صبايا. النهارده ان شاء الله هتكلم معاكم في اسئله كتير بنات بتسالها لي. انت مين؟ انا سما. عندي 31 سنه، من المنصوره. سميتي ليه قناتك بالاسم ده؟ انا كنت مسمياها يوميات، سوري، كنت مسميها بسمه امل ليوميات مطلقه. علشان اقول لاي واحده ست انت مطلقه او منفصله او ما اتجوزتش ان انت مش اخر الكون، او الراجل مش هو مش اللي هيحللك حياتك. لا، انت تقدري تعيشي من غير راجل، وتقدري تكوني انت الام والاب في نفس الوقت. نتكلم عن الصعاب اللي بتقابل الواحدة في الحياة. إيه، واتكلم معاكم في الحياة الاجتماعية والحياة الصحية. انت ممكن تغيري الاسم ده، او لو سمحت بليز تغيري اسم القناة. اصلا انا كل شويه قلبي يوجعني. ليه قلبك يوجعك يا حبيبتي؟ هي يوميات مطلقه، واحده مطلقه مثلا بتكتب يومياتها، سواء عايشه مع ولادها، سواء ملهاش ولاد، سواء لحالها. ف... فكلمه مطلقه مش عيب. فيوميات مطلقه مش عيب خالص. بس انا هغيرها لاسباب كتير قوي، لان انا اتخذت طريق القناه لطريق صحي وهيلثي شويه، لان ده شغلي حاليا. هوايتك ايه؟ انا ما عنديش هوايات محددة، بس انا كان نفسي اكون مذيعة. كان نفسي اشتغل في الميديا. انا اجتماعية جدا، وامنية حياتي ان انا كنت ابقى مذيعة، سواء في الاذاعة او في التلفزيون، بس ما حصلش نصيب. لعله خير. وانت متجوزة ولا مطلقة؟ انا مش هقدر اجاوب على السؤال ده. إيه، بس مش عيب انك تكوني مطلقة، ومش عيب برضو ان انتي تكوني لسه ما اتجوزتيش وعديتي سن ال30 وفاتك قطر الجواز. لا، انتي نص المجتمع. لا، انتي بقيتي كل المجتمع، بتشتغلي وبتربي وبتصرفي. يعني مشواري في الدايت ده انا ان شاء الله هعمل عليه فيديو، وان شاء الله اقول لكم ازاي انا نزلت 27 كيلو في حوالي سنة ونص. وفي واحدة بتقولي انت ازاي كده؟ انت ازاي قوية؟ لا يا حبيبتي، انا مش قوية، انا انسانة عادية جدا جدا. مريت بظروف وحشة، اتكسرت فيها، بس قلت لنفسي لا، انا هقف على رجلي، لان انا واحدة ست، ولازم ابقى عندي كياني وشخصيتي، ولازم ابقى ام كويسة. واول حاجة بدأت فيها ان انا انجح فيها بالظبط، ان انا انزل من وزني 27 كيلو، وما زلت لسه قدامي 10 كيلو. فتابعوا قناتي وشوفوا ازاي انا خسيت 27 كيلو، وان شاء الله ننزل مع بعض 10 كيلو كمان. واي سؤال انا تحت امركم، واشوفكم على خير في فيديو اخر. باي باي.